ويبقى رمضان طريقا عظيما إلى الجنة. رجلان من قبيلة بلي يقدمون إلى المدينة، فأحدهما يذهب في غزوة فيستشهد يموت شهيدا، والآخر يبقى عاما حولا كاملا بعد أخيه ثم يموت على فراشه. يراهما أحد الصحابة في المنام، فيرى أن الذي مات آخرا يدخل الجنة أولا. يخبر الصحابة، يتعجب الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من تعجب الصحابة، ثم يزيل النبي عليه الصلاة والسلام الإشكال الذي عند الصحابة ويقول: أليس عاش عاما بعده فصلى الصلوات الخمس؟ ثم ذكر سببا آخر، قال: وصام رمضان. فإذا مد الله في عمرك وأدركت رمضان وأتم الله عليك نعمة العافية، فإن الله قد أقام الحجة عليك في أن تصوم شهره. من أدرك رمضان معافا قادرا على الصيام وجب عليه فرضا أن يفزع إلى ربه، وأن يتوكل على خالقه، وأن يعلم يقينا أنه لن يقدر على الصوم إلا بمعونة الله. لا ينبغي للمرء أن يطمئن إلى قوته أو أن يتكل على عافيته. نحن ضعفاء إن لم يرزقنا الله القوة، فقراء إن لم يرزقنا الله الغنى، مذنبون إن لم يعفو عنا ربنا، ضالون إن لم يهدنا خالقنا. في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم.